ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايز اعرف مين صاحب المقولة المضلة بتاعت العلم لا يكيل بالمال. جرب كده تأخر قسط المدرسة اسبوع وشوف بقى هو بيكيل بالمال ولا بالحب. الواد ما يستلمش الكتب، نتيجته تتحجب، يركبوه الحمار بالعكس في حوش المدرسة ويزفوه. انا كده بتكلم على مصاريف المدرسة بس كده حاف. لسه ما اتكلمتش عن الدونيشن اللي هو المفروض تبرع، بس هو في الحقيقه اجباري. طب حضرتك ما تزودوها على المصاريف ما دام كده كده هتدفع. تقول لك لا معلش يا استاذ، اصل ده دونيشن للمدرسه. طب انا مش هدونيت يا ستي. لا، ما اصل مش بمزاجك، ده دونيت اجباري. الله، ما تقفوا في حته عشان نفهمكم. انا عرفت واتاكدت بالطريقه الصعبه ان العلم سلاح. العلم سلاح فعلا. العلم بيغزني كل سنه كذا مره في ميعاد اقساط المدرسه، ولسه مشايلني في وشي السنه اللي فاتت. دفعت المصاريف، دفعت الدونيشن اللي هو التبرع اللي بالعافيه ده، تمام. ادفع اليونيفورم بقى، طقم صيفي، طقم شتوي، طقم بي اي اللي هو الالعاب. هو طقم العاب عادي بس لما بتقول بي اي بيبقى غالي شويه، مش عارف ليه. جزمه عاديه، جزمه بي اي غاليه، مش جزمه العاب وكوتشي والكلام الفارغ ده بتاع زمان ده. لا لا لا. وشرابات كتير كتير. ليه بقى؟ عشان في كل غسله في فردة شراب بتضيع في مثلث برمودا اللي جوه الغساله، وكميه لا نهائيه من الجواكت. عشان جاكيت المدرسه بيضيع بلا رجعه كل اثنين وخميس، معروفه. اكتب بقى اسمك ثلاثي رباعي، العنوان، التليفون، اتشقلب، تحط فويس نوت على الجاكيت، تلزق صورتك انت والعيال. مفيش، اعملوا علم برفرف برضه هيضيع. الجاكيت دلوقتي زمانه في مكان تاني خالص، مكان افضل واجمل بكتير، مع كل اصحابه الجواكت المفقوده، بساتين وحدائق وانهار جميله، انهار من الجواكت كده. طب احنا اتكلمنا عن اللانش بوكس، الووتر فلاسك، سبلايز المدرسه، ولا لسه؟ صعب اسقطهم وانسى، دول مؤلمين شويه. تسمحوا لي اترجم لحضراتكم. اللانش بوكس ده هو الكيس البلاستيك اللي كنا بناخده زمان باختصار كده، واللانش باك ده استهبال زياده، يعني كيس في كيس. الزمزميه هي الووتر فلاسك. الاختلاف هنا ايه بقى؟ ان الووتر فلاسك لازم يكون عليها سبايدر مان، باتمان، فروزن حتى، او اي عفريت ازرق، المهم تبقى غاليه. السبلايز يا سيدي اللي هو الادوات المدرسيه، حاجات عاديه خالص واساسيه جدا، كل الاولاد بيحتاجوها طبعا، ما فيهاش كلام. يعني اقلام، اساتيك، برات، الوان فلوماستر، خشب، شمع، الوان ميه، الوان جواش، الوان وش عشان يرسموا على الوش، الوان ظهر عشان يرسموا على الظهر، طوال فرنساوي، كراسات، ورق ملون، قص ولزق، رزم ورق، ديتول، وايبس، مناديل، صلصال، دبابيس، طقم بايركس، طقم جيلي، طقم خشاف، بدله غطس، طقم صن بلوك، تلفزيون LCD. يعني باختصار دي بتبقى شويه طلبات اسطوريه باسعار فلكيه بكميات وهميه، بتجيبهم اول السنه وتستردهم اخر السنه، بس مفعصين شويه، عهده وكده. نسيت اقول لكم ان المدارس بقت في محافظات بعيده ونائيه، فلك ان تتخيل مصاريف باص المدرسه هو بيبقى تقريبا ما يعادل انك تقطع تذكره سوبر جيت ذهاب وعوده للعيل. ما هم على سفر برضه، بنود جانبيه بقى، نسريات يعني، زي رحله كيدزينيا، الملاهي، حفلات هدايا عيد الام للمدرسات حتى لو المدرسه مش ام، الهالوين، البوكيت ماني على الحفلات، فاين دايز، وبالونات وحركات، حاجات بسيطه يعني عيب الواحد ان هو يتكلم فيها. دي نسريات يا معلم، نسريات. خلاص كعيد دم قلبك، سوينا الماديات خالص، هزرنا كتير ولعبنا كتير، نخش على الجد بقى. ممكن المذاكرة هم في الليل ومذلة بالنهار. الأهم بقى إن موضوع المذاكرة للعيال ده لا قاري ولا قار أمهم الغلبانة اللي بتطلع روحها يوميا في العملية المعذبة دي، لما جالها التهاب العصب الساب وبوادر صرع ورباط صليبي زي لعيبة الكورة من الهوم وورك. البت هتروح مني. أنا بصراحة شايف لو في إمكانية طلاق يحصل ما بين الأولاد وأمهم، كان أكيد يمين الطلاق كان هيترمي ساعة الهوم وورك، وقت الواجب. هتلاقي الام بتقول لعيالها انتوا طالق. المأذون يجي بقى والام تقعد على يمين والاطفال يقعدوا على الشمال. يا مدام حضرتك متأكدة؟ طيب يعني قرارك ده نهائي؟ مفيش اي مجال للصلح؟ طب مفيش اي فرصة انك ترجعي عن القرار ده؟ يمكن حضرتك اتسرعتي فرميتي اليمين في ساعة غضب، ساعة شيطان، واجبات متراكمة. يمكن الكلمة طلعت منك لا إراديا كده ساعة واجب الماس، وحضرتك عارفة إن كل الآراء أجمعت إن الطلاق لا يقع أثناء واجب الماس، لأن برضه بيبقى ضغط جامد وابتلاء مش هين يعني، واختبار حقيقي لصلابتك وصلابة العلاقة بينكم يعني. راجع نفسك، مفيش فايدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بطايقكم يا اساتذه. بصوا، انا ممكن استحمل كل الكلام ده عادي، لكن انا مش قادر استحمل المناهج واللي فيها. ممكن استحمل كمان سماج الجروبات الواتساب بتاعت المدرسه. انا قبل كده قعدت اذاكر نحو لبنتي، بقيت مش فاهم اي حاجه. بيتعاملوا معاك في الاسئله كانك في مصلحه حكوميه ولازم تخلص شويه طلبات. استخرج من القطعة مضاف ومضاف إليه، معطوف ومعطوف عليه، ناعت ومنعوت فيه، للفاعل والمفعول به، وبعد كده هتعدي على المعجم تكشف على شوية أفعال وتطلع تعرب ما تحته خط من عند مدام عفاف اللي في التالي.
يا عم اديني كلام يتفهم ويفيدني وانا هبقى خدام لقمة عيشي، مش تقول لي هات جمع كلمة وحي ومفرد كلمة نملة، ومن هو الشاعر قائل الابيات، والاسم المطولة، واستخلاص الألمونيوم كهربائيا، والساين والكوزاين والطلاسم دي. أنا عمري ما اتزنقت في حياتي واحتجت فيه إن استخلص الألمونيوم كهربائيا خالص، على فكرة خالص، ولا عمري اتحطيت في مشكلة قلت يا ولادي الإيه الساين والكوزاين فاكر خدناها في المدرسة هي دي اللي هتحل لي مشكلتي. ما حصلتش. المناهج مليانة حاجات ملهاش أي استخدام. ارحموا الأطفال شوية من عته المناهج. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.